السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة آخر شابتر في مادة اي ار، شابتر 4 بيتكلم عن اندكس كونستراكشن. إن شاء الله الشابتر دوت هحاول أشرحه هنا ملف المحاضرة وهنا شات، وهسيب لكم لينك شات دوت في الكومنتات بحيث لو حد حابب يذاكر منه بعد المحاضرة، لأن لازم في حاجات في المحاضرة هتوضح هنا وفي صور برضو هنشوفها من هنا، فهيبقى أحسن يعني. تمام، يعني اللي هيذاكر يبدأ من أول هنا، من أول الصور من هنا. تمام. اول حاجه المحاضره الشابتر دوت شابتر 4 هنقسمه لثلاثة بارت. تمام، البارت الاولاني اللي هو هنتكلم فيه عن الالجوريزمين دول، والبارت التاني والبارت التالت. طب ايه بقى الكلام دوت؟ اول حاجه احنا بنتكلم عن الاندكس كونستراكشن، يعني ازاي نبني الانفيرتد اندكس اللي بيستخدمه السيرش انجن. فهو اول حاجه بيفكرك بالاندكس، قال لك الاندكس اللي هو الفارس اللي انت بتبنيه، بدل ما تدور في ملف كبير، لا ده انت مثلا تقول له موجوده في دوكيمنت كذا ودوكيمنت كذا. تمام. فبيقول لك ان انت عندك حاجتين مهمين جدا، حاجه اسمها الاندكسنج وحاجه اسمها الاندكسر. الاندكسنج هي البروسيس اوف كونستراكت الاندكس، يعني هي العمليه اللي بيتم فيها بناء الاندكس. تمام. طب الاندكسر، قال لك الاندكسر هي الماشين او الاله او اي حاجه او البرنامج اللي هو بيعمل العمليه دي. تمام. بس هو دلوقتي بيقول لك ايه الاستراتيجي اللي احنا ممكن نستخدمها، او ايه الحاجه اللي ممكن نستخدمها مع وجود ليميت المين ميموري، يعني المين ميموري محدوده. فمثلا الداتا عندنا بتبقى كبيره جدا، فدوت مش هيكفي في الرام. تمام، فمستحيل انت تحط ده كله في الرام. فده بقى اللي هنقسم عليه المحاضره الشابتر بتاعنا. فالبارت الاولاني هنتكلم عن الاثنين الجوريزم دول. تمام. البارت الثاني هنتكلم عن حاجه اسمها الماب ريديوس، والبارت التالت ان شاء الله هنتكلم عن الدايناميك اندكس. وان شاء الله بعد اخر كل بارت هنشوف الاسئله، يعني مثلا الحاجات اللي بتشرحت دي بتيجي ازاي في الفاينل، وشكل الاسئله عامله ازاي في الفاينل. تمام. نبدا باول حاجه. بيقول لك اول حاجه دي مقدمه، يعني اعرفك عن شويه حاجات في الهاردوير بيزك، حاجات احنا نكون عارفينها، يعني لحاجات احنا كده كده عارفينها بس ايه كركاب عليها. فاول حاجه بيقول لك ان انت لو عاوز تاكسس للداتا، لو عاوز تاكسس على الميموري، هو اسرع من ان انت تاكسس على الديسك. ليه؟ لو نفتكر الميموري هيراكلي ان هو كان عندك الهارد ديسك تحت خالص، ده بطيء جدا لانه حجمه كبير. بعد كده المين ميموري بقى ابطا شويه، بعد كده الكاش، بعد كده الريجستر، ده اسرع حاجه. فبيقول لك طول ما انت طالع لفوق بتبقى سمولر سايز، يعني الحجم بيقل. طول ما انت بتقرب من البروسيسور الحجم بيقل، والسرعه بتزيد، والسعر كمان بيزيد. تمام. فبيقول لك اهم حاجه ان انت ايه، اللي انت لو عاوز توصل للرام، اهو انا عاوز اوصل مثلا للمين ميموري مثلا، هو اسرع بكتير اللي انا اوصل للهارد ديسك. تمام. فهنيجي بقى للسلايد دي مهمه. بعد كده بيكلمك عن حاجه اسمها الداتا الديسك سيك. ايه الديسك سيك دوت؟ الديسك سيك دوت بيقول لك هو حركه الهيد جوه الهارد عشان اوصل للمكان المطلوب. ايه الكلام دوت؟ هو بص، هو بيقول لك ان هو بيبقى معمول زي دايره كده وجواها حاجه اسمها تراك. تمام، هنشوف الصوره بتاعتها دلوقتي. تمام. فهو بيقول لك ان الهارد اصلا بيبقى عباره عن شويه اقراص مغلفه كده. تمام، اقراص بتلف والهيد هي اللي بتقرا. فبيقول لك ان الديسك سيك ديت هي حركه الهيد جوه، ان هو يوصل للمكان اللي انت عاوزه، اللي هو التراك اللي انت عاوزه. بس الهيد عشان يتحرك للمكان الصح بيقول لك بياخد شويه تايم. ايه التايم؟ حاجه اسمها السيك تايم. ايه السيك تايم دوت؟ بيقول لك هو التايم فور ديسك هيد عشان يوصل للرايت تراك. دي مهمه عشان دي تقريبا شفتها موجوده في كذا امتحان يعني. يبقى السيك تايم الوقت ان الهيد بياخده عشان يتحرك للرايت تراك. تمام. يعني البيانات لو موجوده بعيد الهيد تمشي مسافه اكبر. طب الروتيشنال ديلي، الروتيشنال من اسمها انت بتعمل روتيت، تايم اوف روتيتنج عشان توصل للسبوت، للمكان اللي هو السيكتور المطلوب، الرايت المطلوب، اللي هو تحت الهيد على طول. تمام. طب ايه الترانسفير تايم دوت؟ الترانسفير تايم بيقول لك بعد ما انت وصلت للبيانات عاوز تبدا بقى تنقل البيانات للرام، اهو بيقول لك تنقلها من الديسك للرام. طب تعالى كده نشوف الصوره توضح الكلام دوت. هي الصور دي بتعبر عنها، هي تقريبا دي اقرب صوره توضح، اللي هي الصوره دي. بيقول لك اهوت انت عندك متقسم اهوت، ادي اللي هي التقسيمه بتاعتك، ادي السيكتور اهوت، وده البلوك مثلا. وبيقول لك مثلا ده التراك اللي هو الدايره دي. تمام. فبيقول لك اول حاجه السيك تايم، احنا قلنا هو التايم اللي الديسك هيد بياخده عشان يوصل للرايت تراك. فهو هنا مثلا يمشي هنا عشان يوصل للرايت تراك، انا عاوز اوصل للتراك الصح. الروتيشنال قلنا بنعمل روتيت، اهو بيعمل روتيت اهو، ادي بيعمل روتيت بيلف اهو. تمام، برضه عاوز يوصل للمكان المطلوب. تمام، يعني اعرفوا الرسمه واعرفوا الثلاث تعريفات دول. تمام. بعد كده بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان انت لما بتيجي تعمل ترانسفير بتعمل لارج تشانك اوف الداتا، يعني انت بتنقل تشانك كبيره. ليه؟ لان دوت هيبقى فاستر، اسرع من اللي انت تنقل ميني تشانك. ما هو انت لو قعدت تنقل سمول شانكس صغيره، كل واحده صغيره دوت، فده هيبقى مكلف جدا، لان كل مره تعمل سيك وتعمل روتيشن ده هيبقى مكلف جدا.
هو بيقول لك ان الديسك بيعامل كانه بلوك بيست، يعني بيعامله بلوك. فالحجم البلوك ان هو ممكن يبقى 8 كيلو بايت، 64 256. طب ليه بقى احنا بنعمل الكلام ده كله، او ليه الكلام اللي احنا عمالين نتكلم عليه ده كله؟ عشان ايه؟ عشان تعرف الاندكسنج هنعرفه دلوقتي، والسورتنج ده كله بيقلل حاجه اسمها الديسك سيك. تمام. تمام. بعد كده دخل لك حاجه اسمها البفر، برضو بيركاب. هو في الاول كده بيحاول بيديك شويه اساسيات قبل ما ندخل في الاثنين الجوريزم. البفر هو جزء من الرام، انت بتحط فيه الداتا اللي جايه من الديسك. هو بيقول لك بارت اوف مين ميموري انتو ويتش بلوك اوف الداتا ترانسفيرد، الداتا بتتحط فيه. يعني هو الجزء مؤقت بتحط فيه الداتا اللي هي جايه لك من الديسك. يعني ادي الديسك اهوت، تحط الداتا تقعد هنا في البفر، بعد كده تطلع على السي بي يو. تمام. تمام. فبيقول لك بقى هنا، بيقول لك السيرفر او الماشين في الاي ار سيستم عندهم صفر جيجا بايت، عدة رام جيجا بايت. تمام. وبعد كده الاف مئات الجيجا بايت. كلام جميل. بعد كده بيقول لك ان مساحه الديسك طبعا هتبقى 2 او 3، كبيره جدا. الحته بقى المهمه اللي احنا عاوزينها اللي هي الجزئيه دي، الفولت توليرانس. يعني ايه فولت توليرانس؟ فولت توليرانس يعني ان النظام يفضل شغال حتى لو حصل مشكله. تمام. يعني مثلا بيقول لك الماشين doesn't fail، فبيقول لك ان مثلا لو حصل مشكله او جهاز باظ فهو يفضل شغال، بس قال لك ده طبعا فيري اكسبنسيف، ده هيبقى غالي جدا. تمام. تمام. فهو بيقول لك ايه؟ هو بيقول لك هي فيري اكسبنسيف اللي انت تعمل فولت توليرانس، بس بيقول لك ان هو يعني بالنسبه للشركات او بالنسبه للناس ان هو ارخص ليهم ان هم يستخدموا ليجر ماشين. يعني ايه؟ يستخدموا ديستريبيوتد ماشين. يعني بدل ما يجيبوا جهاز واحد كبير ويبقى الجهاز دوت غالي ومعمول له فولت توليرانس، لا ده هم يجيبوا اجهزه عاديه كتيره جدا. ولو ايه؟ بيقول لك لو جهاز فيل، وان اوف فيل، لو مثلا جهاز حصل له مشكله او حصل له او فيلير، فيعمل ايه؟ يعمل ري اسايند للتاسك للانذر ورك ماشين. يبقى تاني بيقول لك ان الشركات هي مقتنعه بفكره الفورت تيرنس، بس هي الفكره دي غاليه جدا. بدل ما اجيب جهاز واحد كبير، لا ده انا هجيب اجهزه صغيره، ولو مثلا جهاز حصل له مشكله او وقع، التاسك يروح للجهاز التاني او للماشين التاني. دي فكره الديستريبيوتد كومبيوتنج، اللي انت بيبقى عندك اجهزه كتير ورخيصه. تمام. هنا برضو بيقول لك شويه اسامبشن، شويه افتراضات هتبقى معانا في المحاضره. بيقول لك ان الافريج سيك تايم بيبقى 5 مللي سكند، يعني ان الهيد يتحرك في حوالي 5 مللي سكند. الترانسفير تايم بير بايت، ان وقت نقل البايت بيبقى 2 في 10 سالب 8. تمام. يعني بيقول لك ان من الاخر ان السيك تايم بيبقى اغلى بكتير من نقل البيانات. تمام. بعد كده بيقول لك البروسيسور كلوك ريت، يعني بيقول لك سرعه البروسيسور. كلام جميل. بعد كده بيقول لك حجم الرام، بعد كده سايز الديسك. يعني ماشي، بيقول لك شويه افتراضات للمحاضره. تمام. بعد كده بقى نيجي بقى للجزء المهم. الجزء المهم بيقول لك، بيفكرك احنا كنا شغالين على كوليكشن قديمه اللي هي بتاعت المسرحيه بتاعت شكسبير. هي ايه اصلا كوليكشن؟ كوليكشن هي مجموعه الدوكيومنتس اللي احنا بنشتغل عليه. فهو بيقول لك انه الكوليكشن بتاعت شكسبير ديت ارنت لارج انف، يعني هي مش هتبقى كافيه للحاجات اللي احنا عاوزين نغطيها في المحاضره. يعني احنا بندرس سكيلابل اندكس كونستراكشن، انا عاوز ابني اندكس لبيانات ضخمه. لان انا لو مثلا بنيت اندكس مثلا لشكسبير مثلا او للحاجات اللي هي البسيطه دي، المشكله الحقيقيه مش هتبان. احنا عاوزين دلوقتي لما مثلا يحصل ضغط كبير فدي مش هتبان. هو بيقول لك احنا هنستخدم حاجه اسمها الرويترز ار سي في 1 كوليكشن. رويترز ار سي في 1 كوليكشن هم استخدموها عشان هي بابليك وكبيره وبتبقى واقعيه. تمام. فهي هنستخدمها لمده سنه، يعني هنجيبها من سنة 95 لسنة 96. يعني مثلا هنجيب الأخبار اللي كانت موجودة من سنة 95 ل 96 في السنة دي بس. تمام. هو هنا برضو بيكلمك عن في السلايد دي برضو، بيقول لك ان الار اس سيستم بياخد مثلا احنا طبعا شغالين على جزء التكست، ولا شغالين على صور، ولا شغالين على فيديو، احنا شغالين على جزء التكست. يعني مثلا التكست زي دوت، الكلمات اللي نخزنها مثلا اكستريم، كونديشن، كرييت، الكلمات دي. تمام. تمام. ماشي. بعد كده بقى بيقول لك شويه ستاتكس دي لازم نكون عارفينها. ان الستاتكس بتاعت رويترز ان بيقول لك اول حاجه الان الان احنا عندنا الدوكيومنتس او عدد الدوكيومنتس الموجوده 800,000 دوكيومنت. تمام. كلام جميل. ال بيقول لك متوسط عدد الكلمات في كل دوكيومنت. انا دلوقتي عندي شويه دوكيومنتس، فكل دوكيومنت بيبقى فيه توكنز، فبيقول لك متوسط توكنز ديت 200. طب دلوقتي انا عاوز اعرف بقى اجمالي الكلمات كلها، فهتبقى 200 في 800,000 اللي هي 160 مليون. يعني لو شلت ال 60 مليون دول هيطلع لك حوالي 100 مليون. 100 مليون اللي هي الحاجات من غير اللي هي الصافي يعني من الاخر. تمام. فهو بيفكرك يعني ايه توكنز. قال لك التوكنز ان الكلمه فعلا هل هي ظهرت
تمام. فبس بتاخدها بالتكرار، نفتكر ان التوكنز كنا بناخدها بالتكرار. بعد كده بيقول لك ان الديستنكت يعني اللي هي الترمز اللي هي الام دي اللي هي الديستنكت اللي هي الكلمات المختلفه 400000. بيقول لك بقى ايه، التوكنز كل ظهور للكلمه، انما الترم الحاجه المميزه بس. فهنا مثلا الجمله دي مثلا عدد التوكنز كام؟ 4. طب عدد الترمز كام؟ هتبقى كار واي اي 2 بس. وهو بيقول لك ان الافريج بايتس بير توكن بيبقى 6. يعني ايه؟ متوسط الكلمه، بس بيقول لك انكلود السبيس والبنكتشويشن، يعني عندك سبيس وبنكتشويشن فهي 6. طب من غير الويز اوت السبيس وبنكتشويشن بيقول لك 4 ونص. تمام. تمام. طب بيقول لك الافريج بير تيرم 7 ونص. تمام. فهو بيقول لك بقى تحت اهوت بيقول لك اشمعنى ان هنا انت قلت 4 ونص ان الافريج بير توكن، يعني بيقول لك 4 ونص بير وورد توكن، وهنا قلت ان هي 7 ونص بير ترم. يعني ليه الترم اكبر من التوكن؟ ليه الفرق دوت؟ بص، هي كانت اتذكرت في المحاضرة ان مثلا بيبقى عدد الترمز بتبقى اقل من عدد التوكنز، صح؟ ما احنا لسه قايلين اهو، قايلين ان اهو ان بيبقى عندك مثلا 2 ترم وهنا عندك 4 توكن. فانت لو عندك مثلا مساحة ثابتة مرة مثلا 10، يعني مثلا لو عندك هنا دي وبتحط مثلا مرة 10 وبتحط مرة 30، فانت هتلاقي ان التوكنز بيبقى اقل من الترمز. ليه؟ لان عدد الترمز اعرفها، عدد الترمز بيبقى اقل من عدد التوكنز. تمام. هو تقريبا موضح هنا برضو، بيقول لك ان الكلمات المختلفة بتبقى اكبر اللي هي التوكنز يعني. تمام. كده احنا فهمنا الجزئيه دي. تمام. هو ده كله يعني ايه، اكنه بيمهد لك للاثنين الجوريزم اللي احنا داخلين عليهم. بعد كده بيقول لك ريكول، يعني بيقول لك ان احنا كنا في الشابتر في الاول كنا لما بنيجي نعمل اندكس كان بيبقى مثلا عندك الدوكيمنت الاولاني والدوكيمنت الثاني. اول خطوه كنت بتعملها البارسنج اللي انت اهو بيقول لك الدوكيمنت انتو بارسنج تو اكستراكت الورد. يعني مثلا انا عندي مثلا يوليوس قيصر، كنت بتاخد كلمه يوليوس لوحدها وقيصر لوحدها تعمل بارس. تمام. بعد كده كل كلمه بتاخد الدوكيمنت اي دي بتاعها. تمام. اللي هو بوستنج انترست. بعد كده تعمل سورتنج بقى، اهم حاجه السورتنج بيتعمل عن طريق حاجتين. السورتنج اون تيرم، مش انت عندك اول حاجه بتعمل سورتنج على الترم اللي هو الجزء ده، وبعد كده لو لقيتك ان الكلمه متكرره بتعمل سورتنج على الدوكيمنت اي دي. يبقى السورتنج بيتعمل عن طريق خطوتين، مره على الترم ومره على الدوكيمنت اي دي. تمام. هو بيقول لك بقى ان السورتنج ده كان بيحصل في المين ميموري، يعني في الشابتر الاولاني بس كان زمان كانت الداتا صغيره، بس دلوقتي مستحيل. ليه؟ لان الداتا دلوقتي عندنا كبيره. تمام. فبيقول لك ان اصعب خطوه السورتنج، يعني بيقول لك ان اصعب خطوه في الاندكس كونستراكشن السورتنج. تمام. كلام جميل. ليه السورتنج مهم؟ عشان كل الكلمات المتشابهه تبقى جنب بعض. يعني مثلا دي قبل السورتنج شايف شكلها عامل ازاي، بعد السورتنج تبقى بالشكل ده. انت تقدر تقول مثلا ان الكار موجوده في دوكيمنت 1 دوكيمنت 7. تمام. تمام. بعد كده قال لك بقى سكيلينج اندكس كونستراكشن. هنبدا بقى دلوقتي نشوف ان انت دلوقتي هتشوف المشكله الحقيقيه اللي انت مش هتقدر تبني. بيقول لك ان انت مش هتقدر تبني الاندكس جوه الميموري. ليه؟ بيقول لك اهو، بيقول لك كانت ستاف انتر كولكشن انتو الميموري، ما تقدرش تعملها جوه الميموري لان الكولكشن اللي انت عاوز تشتغل عليها كبيره. تمام. اهو بيقول لك ما ينفعش تحط كل البيانات دي في الميموري وترتبها وتكتبها. ليه؟ لان الداتا ضخمه وعندك ملايين دوكيمنت، فلازم تعمل اللي احنا الجزء اللي هنشتغل عليه دلوقتي حاجه اسمها الاكسترنال سورتنج، وتعمل بلوكس. المهم ان الاوبجكت بتاعك اللي انت تعمل مينيمايز للنمبر ديسك سيك. يعني بدل ما تقلل، طبعا انستيد اوف بدل ما تقلل العمليات، لا انا عاوز اقلل الديسك سيك. ليه؟ لان الديسك سيك اهم من العمليات. تمام. تمام. بعد كده بقى نتكلم هنا عن sorted based index construction. بيقول لك بقى ان انت وانت بتقرا الدوكيومنت قال لك البوستنج ليست لسه انكمبليت، لسه مش كامل. تمام. فانت مثلا لو لقيت مثلا كار موجوده في دوكيومنت واحد لسه ممكن تلاقيها مثلا موجوده في دوكيومنت 7 ودوكيومنت، فلازم تجمع كله بشكل قبل الشكل النهائي. تمام. بعد كده بيقول لك ان ال8 بايت دول متقسمين لترم اي دي ودوكيومنت اي دي. اهو ادي الترم اي دي اهيت وادي الدوكيومنت اي دي. تمام. كلام جميل. فبيقول لك برضو هنا برضو بيحكي لك نفس الكلام، بيقول لك انت محتاج تو ستور انترميديت ريزلت ان الديسك. احنا في الاول بص، احنا في الاول كنا بنخزن على الرام بس، انما دلوقتي انا هخزن جزء على الرام وجزء هيتحط على الديسك. دي كل الفكره اللي احنا هنشتغل عليها. يبقى احنا هنشتغل على الديسك والرام الاثنين مع بعض. تمام. تمام. هو بيقول لك السورت باستخدام الديسك از الميموري، يعني انا دلوقتي هستخدم الديسك كانها ميموري. تمام. هو بيقول لك ان طالما الرام صغيره، هو بيقول لك ليه ما نستخدمش الديسك كميموري، الجزء اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي.
تمام. فهو بيقول لك ايه كان وي يوز اللي احنا نستخدم اللي مثلا نستخدم الديسك بدل الميموري. فهو قال لك ان لا هي مش تنفع، لان انت لما تيجي تعمل سورتنج على الديسك هتبقى بطيئه شويه. فاحنا عاوزين نشوف بقى حل نضم الاثنين مع بعض، يبقى الديسك والرام يشتغلوا مع بعض. بس احنا دلوقتي مش هينفع استخدم الديسك كانه رام، ما ينفعش اشيل الرام واحط الديسك مكانه. ليه؟ لان السورتنج على الديسك هو بيقول لك هيبقى تو ميني ديسك، هيبقى سلو، هيبقى بطيء جدا. تمام. فانت محتاج حاجه اسمها الاكسترنال سورتنج الجوريزم. فهو بيفكرك بيقول لك انت في الاول، يعني في اول 3 شباتر كنا احنا شغالين حاجه اسمها انترنال سورتنج الجوريزم. خلي بالك عشان دي تيجي في الامتحان. internal sorting algorithm ان الداتا stored في المين ميموري. انما الاكسترنال sorting algorithm ان كل الداتا externally to المين ميموري. يعني ايه؟ يعني انا بعمل باستخدام الاندكس من الاخر يعني. تمام. فبيقول لك ان الانترنال زي الكويك سورت الميرج سورت ان الداتا كلها كانت موجوده في الرام، ولكن الاكسترنال لما الداتا كبرت انت قسمتها لمجموعه من البلوكس. تمام. فانت بتحط فيه حاجات بتتحط على جزء الديسك. تمام. كلام جميل. بعد كده بيكلمك عن حاجه اسمها البوتنج. قال لك البوتنج دي بتبقى ابطا نقطه عندك. فبيقول لك ان البوتنج ديت ان هي السورتنج اون الديسك. يعني انت اول حاجه بتعمل بارس، يعني بتقرا الدوكيومنت، بعد كده بتبني البوستنج انترست، وبعد كده تعمل سورتنج باي الترمز، تعمل سورتنج باي الترمز. بس المشكله ان السورتنج هيعمل 6 كتير، هيعمل كتير، هتبقى موجوده كتير. هو بيقول لك ايه لو عملت مقارنه هيبقى ان لوج ان، فهتبقى وقت كبير جدا. تمام. تمام. فبيقول لك بقى ايه يعني. بص هو كده يعتبر احنا دلوقتي هنخش بقى على الالجوريزم اللي احنا اتكلمنا عليه. كل اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول دوت كانه بيشرح لك شويه مشاكل، كانه بيمهد لك للجزء اللي احنا ندخل عليه. فكانت اخر حاجه احنا وصلنا لها اللي هي البوتنج دي. فمن الاخر بيقول لك ان الكومبلكسيتي نفسها مش المشكله، المشكله تكلفه الديسك اكسس نفسها. فبيقول لك بقى ان كل الحاجات اللي جايه عشان تقلل السيكس وتقلل الراندوم اكسس. فنبدا باول حاجه بقى اللي هي الالجوريزم الاولاني اللي احنا هنشتغل النهارده على 2 الجوريزم. الالجوريزم ده والالجوريزم اللي بعده. الالجوريزم الاولاني اسمه BSBI، والاختصار ده تقريبا بيجي في الامتحان بلوكت سورت بيست اندكس. الالجوريزم ده اللي هنشتغل عليه. اول حاجه المشكله كانت ايه؟ نفتكر المشكله ان انت مثلا كان عندك 100 مليون بوستنج. فكل بوستنج بيبقى مثلا تيرم اي دي ودوكيومنت اي دي، كل واحد مثلا كان بيبقى 8 بايت. فبتقول له مثلا 4 مثلا، يبقى يتقسم 4 و4، 4 للتيرم اي دي و4 للدوكيومنت اي دي. فانت هترتب ال 100 مليون دولت هترتبهم ازاي في الميموري او هترتبهم ازاي في الرام؟ فهنا ظهر بقى اللي هو BSBI البلوكت. معنى كلمه بلوكت نمسكها كده نفصصها. بلوكت يعني انت بتقسم الداتا لمجموعه من البلوكس. سورتد بيست يعني الالجوريزم بيعتمد على السورتنج. يعني بدل ما ارتب ال 100 مليون مره واحده، لا ده انا اقسمهم 10 بلوكات مثلا. كل بلوك بيبقى فيه 10 مليون، ف 10 ب 10 لو ضربت 10 في 10 هيديك 100 مليون. او بيقول لك بدل ما تخزن 100 مليون مره واحده على الرام، لا ده انت تقسمهم مجموعه بلوكات. فهو بيقول لك كل بلوك يدخل رام يتعمل له سورت يتخزن على الديسك. تمام. تمام. هنا برضه هو بيقول لك ان انت عندك البوستنج احنا كنا بنتكلم عليه بتتقسم لترم اي دي ودوكيومنت اي دي. بعد كده بقى قال لك بتطلع البوستنج. تمام. تمام. بعد كده بقى قال لك المشكله انت اول حاجه دلوقتي بقى بتعمل ايه؟ هبدا اعرف دلوقتي انا عاوز اخزن 100 مليون، هعمل لهم ازاي؟ قال لك هتعرف بلوك، البلوك هيشير 10 مليون. تمام. تمام. البلوك ده فانت هتعملها ل 10 بلوكات. تمام. فعملنا 10 بلوكات. كل الفكره بتاعت الالجوريزم مجموعه خطوات. اول حاجه انت بتقرا البلوك دي الخطوه الاولانيه. تمام. بعد كده انا قريت البلوك اهو عشان هو قايل بلوك. بعد كده عملت سورت للبلوك، يبقى انا اول حاجه قريت البلوك. بعد كده عملت سورت. بعد كده بروح اخزنه على الديسك. ليه؟ عشان الرام اصلا مش هتقدر تشيل كل ده. هو بيقول لك اول حاجه البلوك، بعد كده السورت، بعد كده اكتبه في الديسك يعني خزنه على الديسك. تمام. بعد كده اعمل بقى على كل البلوكات الكلام وبعد ما تخلص اعمل لي ميرج لكل البلوكات دي. كل الفكره بتاعه الالجوريزم اللي هو اسمه BSBI. تمام. وهنا برضو نفس الكلام. يعني نفس الكلام برضو. اهو بيقول لك مثلا انا عندي بلوك واحد اهو. تمام. ادي البلوك الاولاني وادي البلوك التاني. ادي البلوك الاولاني البلوك التاني الاثنين معمول لهم سورت. يبقى انا كده خلاص ادي البلوك معمول له سورت. اعمل ايه بقى؟ يبقى الاثنين معمول لهم سورت، تقارن الاثنين مع بعض. تمام. فتجمعهم هنا او تعمل لهم ميرج سوا. تمام. او تقعد تقارن مثلا دي مع دي، فدي تيجي الاول دي تيجي بعدها، دي تيجي الاول دي تيجي بعدها. بعد كده تروح تحطهم في بقى اهو بيقول لك رايت تو ديسك، هتحطهم في الديسك لان هو قايل لك حطهم في الديسك. تمام.
طب بيقول لك اهو، دي العمليه اللي بتاعت ميرج سورت. بيقول لك ان البلوكس دي بحطها على الديسك. طب ليه انا بحطها على الديسك؟ عشان احنا قلنا ان الرام مش هتكفي، تمام. وبعد كده ان الميرج دوت بيقلل لك اهم حاجه الراندوم ديسك سيك. برضو نفس الكلام. هو هنا كان توضيح بس ان اول ما يقابلك كلمه بارسنج، اول ما تشوف كلمه بارسنج فانت بتحول الترم اي دي والدوكيومنت اي دي. تمام. تمام. بعد كده بقى الالجوريزم. يعني بصوا، هو ما تحسوش ان الدنيا متعقده، احنا دلوقتي هنشوف الاسئله بتيجي ازاي في الامتحانات، وهتلاقوا ان الدنيا بسيطه يعني. ايه دوت الالجوريزم؟ عشان برضو لو جالك الالجوريزم وقال لك اعمل مثلا، شوف مثلا ايه الغلطه اللي موجوده في الالجوريزم. بيقول لك اول حاجه، ده اسم الالجوريزم اهوت، بي اس بي اي اندكس كونستراكشن. بيقول لك ان اول حاجه الان زيرو، يعني مثلا مفيش بلوكات، عدد البلوكات زيرو. هو بيقول لك طول وايل ان كل الدوكيومنت ما حصلش عليها بروسيس، طول ما لسه في دوكيومنت، او بيقول لك هاز نوت بروسيسد، يعني ما حصلش، يعني في دوكيومنت وما حصلش بروسيس. اعمل ايه بقى؟ بيقول لك هتبدا تزود بقى، زود عدد البلوك، تبدا تزود البلوك. بعد كده بيقول لك ايه؟ هتعمل حاجه اسمها بارس نيكست بلوك، يعني تجيب بلوك جديد من الدوكيومنت اهو. مش انت بتبدا تزود، فانت البلوك بتعمل بارس نيكست بلوك، تجيب بلوك جديد. تمام. وبعد ما تجيب بلوك جديد بتعمل حاجه اسمها البي اس بي اي انفيرت، اللي انت تعمل سورت للبلوك ده. تمام. او بيقول لك انت تعمل سورت بعد كده تحولها لانفيرتد اندكس، اللي هي الجزئيه دي، اللي هي الحته دي. يعني مش احنا قلنا بلوك، بعد كده احنا جبنا البلوك، بعد كده عملت السورت. تمام اهو، عملنا السورت. بعد كده ايه؟ حطه على الديسك. احنا ماشيين بالخطوات اهي. اول حاجه عملت سورت، بعد كده حطيته على الديسك. يبقى انا اول حاجه هنا اهو عملت سورت هنا، بعد كده حطيته على الديسك. بعد كده لما تخلص البلوكات كلها اعمل لي ما بينهم ميرج اهو. اعمل لي ما بينهم ميرج، عملت ما بينهم ميرج اهو. تمام. 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 كلام جميل. بيقول لك ديت الفلو، اللي انت اول حاجه بتعمل سورت للبلوك، عملت لها سورت، بعد كده اروح اسيفها على الديسك اهو. بعد كده اكرر على كل البلوكات، في الاخر خالص اعمل ميرج. بيقول لك بقى، بيشرح لك هنا ازاي تعمل اللي هو الباينري ميرج. اللي انت مثلا تعال نشوفها كده، تقريبا كانت متوضحه هنا كويس. الباينري ميرج اهو. بص مثلا بيقول لك مثلا انت عندك الاثنين دول تروح مجمعهم، دول مع بعض تروح مجمعهم، دول مع بعض تروح مجمعهم، وهكذا اهو. بيقول لك الاثنين دول مع بعض تجمعهم مين، بعد كده تحطهم في الديسك، يعني كل الاثنين مع بعض تجمعهم وهكذا. دي اللي هي حته الباينري ميرج. يعني مثلا انت عندك بي 1 وبي 2 يبقوا في ام 1، بي 3 وبي 4 ام 2، بعد كده تاخد ام 1 وام 2. دي اللي هي حته الباينري ميرج. تمام. تمام. بعد كده بيقول لك بقى ان في طريقه اسهل من ده كله. بيقول لك ان انت بدل ما تقعد تمسك بلوك بلوك، تقعد تمسك بلوكين. يعني مثلا احنا كنا شغالين على ايه؟ انا اقعد امسك كل بلوك وبلوك، كل بلوكين مع بعض. لا، بدل ما اقعد امسك بلوكين مع بعض، انا اعمل كل البلوكات مره واحده. فبيقول لك ان انت تقرا كل البلوكات بشكل سيميوليتني. يعني ايه؟ اجيب البلوكات كلها واقراها مره واحده. فدوت طبعا هي الباصص، عدد الباصص هيقل والديسك سيك هيقل، بس بشرط ان انت تقرا شنك تكون كبير اهو. بيقول لك الشنك تكون كبيره. تمام. فمن الاخر انا كل التارجت بتاعي عايز اقلل راندوم 6. تمام. اللي انا اقلل الديسك اكسس. تمام. وزي طبعا ما احنا متعودين، احنا دلوقتي بعد ما خلصنا الالجوريزم طبعا هنلاقي ايه مشكله الالجوريزم. ايه بقى المشكله اللي ظهرت للالجوريزم دوت، اللي هو بتاع البي اس بي او؟ المشكله بيقول لك ان انت لما بتيجي تعمل الديكشنري اللي هو المابنج، مش احنا كنا قلنا ان احنا بنحول للترم والترم اي دي اهو. بيقول لك ان المشكله ان لازم الديكشنري كلها لازم تبقى موجوده في الرام اهو. بيقول لك هل الديكشنري هل هتقدر تخليها كلها في الرام؟ فبيقول لك ان دوت مش هيفت في الميموري، ده مستحيل مع الميموري. ليه مستحيل؟ ليه؟ لان قال لك ان الكلمات الجديده هتزيد. يعني مثلا بيقول لك الديكشنري ممكن تزيد باستمرار. تمام. فبيقول لك ان بيجن باي ريدز، ان انت مثلا كل كلمه لازم تعرف تبقى جديده، هل هي جديده، هل هي موجوده. فبيقول لك برضو هل لو هي جديده تديها بيقول لك لو جديده تديها ترم اي دي. طب هي لو موجوده هنستخدم نفس الاي دي ولا نديها واحد تاني؟ برضو الكلام ده كله. فبيقول لك بقى ايه؟ بيقول لك ان المشكله دي كلها اهو. بيقول لك ان انت بتخلي الاندكسنج بطيء جدا. فبيقول لك ان هو بيبقى بيكم فيلي رارج، بيبقى بطيء جدا. فالمشكله ان الديكشنري بتبقى ضخمه فالترمز كتيره، وبيقول لك ان الترمز كتير فالملفات هتبقى كبيره، فدي مشاكل. فمن الاخر هيدخلك على الالجوريزم اللي بعده اللي هو اسمه السنجل باس ان ميموري اندكسنج. يعني ايه بقى السنجل باس؟ اول حاجه اللي هو الاس بي اي ام اي، اللي عشان لو جالك اختصار دوت يعني ايه سنجل باس ان ميموري اندكسنج. بص احنا في البي اس بي اي اللي هو اللي فات كنت لازم تحافظ ان كل ترم يبقى ليه ترم اي دي اللي هو تعمل مابنج. تمام. بس احنا اتفقنا ان الديكشنري لما يبقى ضخم الرام مش هتكفي. فجت لك الاس بي اي ام اي دوت قال لك ايه؟ قال لك انا هلغي الترم اي دي خالص، هعمل سنجل باس. يعني ايه سنجل باس؟
قال لك انا مش هحتاج ان انا احول الترم للترم اي دي، قال لك انا همشي على الداتا مره واحده، يعني كل بلوك هيبقى ليه ديكشنري لوحده، تمام؟ يعني كل واحد هيبقى ليه ديكشنري لوحده. فدي الفكره الاولانيه. بعد كده يعني اهو بيقول لك يعني مثلا بدل ما تروح تعمل ترم اي دي ودوكيومنت اي دي، لا ده انا هقول له الترم وعلى طول البوستنج ليست بتاعتها على طول. يعني مثلا بدل ما تروح تقول له مثلا كار ومش عارف ايه، لا ده انت تقول له كار وتقول له موجوده فين، تمام؟ فانت كده مش محتاج تعمل اللي هي الترم والترم اي دي اللي هي جزئيه المابنج يعني، تمام؟ وقال لك برضو ماشي، وقال لك دونت سورت. هناك كنا بنقعد نعمل سورت، يعني هنا كنا الخطوه اللي هي التانية دي تقريبا اهي اللي انت تعمل سورت، فالسورت ده برضو كان بياخد وقت، فقال لك برضو انا مش هعمل سورت، انا هعمل ايه؟ بيقول لك ان القديمه كانت بتجمع كل البوستنج وتعمل لها سورت. ده هو بيقول لك ايه؟ اول ما تشوف الترم تضيف الدوكيمنت اي دي على طول البوستنج، اهو بيقول لك اكيوميليت البوستنج في البوستنج ليست. يعني مثلا لو انا قرات مثلا كار واي ودي 1، فانا على طول اعمل كار والبوستنج بتاعتها دي 1. بعد كده لو قريت كار ودي 7، شفت بقى عمل ايه بقى؟ كار ودي 1 ودي 7، يبقى انا كده ما عملتش السورت، انا على طول حطيتهم هنا، تمام؟ يبقى الاس بي اي ام اي دوت طبعا سريع ليه؟ لانه ما بيستخدمش الترم اي دي ومش بيحتاج سورت، بيبني البوستنج على طول، تمام. وفي الاخر طبعا الميرج دي خطوه اساسيه، يبقى الميرج دي لازم تتعملها، دي خطوه اساسيه، تمام؟ هنا تعالى نقرا المثال دوت بعد كده نشوف الالجوريزم. بيقول لك مثلا انا عندي دوكيمنت مثلا فيه كار واي اي وكار. اول حاجه انا همسك كار الاولانيه، احنا قلنا بنعمل ايه؟ بنقول كار بعد كده دي 1، بعد كده الاي اي بقول اي اي وبعد كده دي 1، بعد كده شوف الكار الاخيره هعمل فيها ايه؟ هقول كار ودي واحد ودي واحد. ليه؟ لانها موجوده في نفس الدوكيمنت. بعد كده انت على طول ضفت للبوستنج، يعني انت ما عملتش حاجه تانية. فبيقول لك ان الالجوريزم القديم كان بيعمل سورت وبيحتاج ترم اي دي وكان بطيء، انما دوت سريع وبتعمل البوستنج على طول. كلام جميل. تعالى بقى نفهم ايه الالجوريزم. نفهم الالجوريزم بتاع الاس بي اي ام اي دوت. اول حاجه هنحاول نفهمه مع بعض واحده واحده. قال لك ان الاوتبوت فايل، يعني بيقول لك اعمل لي نيو فايل، اعمل لي فايل جديد اخزن فيه الاندكس. كلام جميل. بعد كده بيقول لك الديكشنري اعمل له نيو هاش. طب ليه هو قايل هاش عشان الهاشنج بيسرع لك الوصول. هو بيقول لك اعمل لي ديكشنري جديد، يبقى اول حاجه عملت فايل، بعد كده اعمل لي الديكشنري. بعد كده بقى هوايل بيقول له ايه؟ بيقول له طول ما لسه في مساحه في الميموري، بيقول لك فري ميموري افيلابل، يعني طول ما لسه في مساحه. بعد كده تعمل ايه بقى؟ بيقول لك تمسك تعمل جنريت اهو التوكن، تجيب توكن جديد. مش احنا كنا هنا بنقول ان انت بتعمل جنريت؟ تمام. فبيقول لك التوكن، يقول لك نيكست توكن تعمل جنريت للترم، وبعد كده يعني مثلا الكار مثلا، بعد كده تقول له الكار والدوكيمنت بتاعها، تمام؟ بيقول لك بعد كده يبقى انت كده عملت لو فري ميموري افيلابل، تمام. بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو الترم دي مش موجوده، يعني هي لو مش موجوده في الديكشنري فبتعمل بوستنج، بتعمل لها انتر جديد، بتضيف للديكشنري، بضيفها في الديكشنري، تمام؟ يعني مثلا بتعمل لها زي كده، تعمل كار واللي هم قوسين فاضيين. طب لو هي اصلا مش موجوده، طب إلس لو هي مش موجوده بتقول له هات لي البوستنج بتاعتها. يبقى هي لو مش موجوده في الديكشنري بتقول له ضيفها لي في الديكشنري. طب لو هي موجوده بتقول له جيت البوستنج، هات لي البوستنج بتاعتها. بص بقى احنا في بتاع الالجوريزم دوت شغال ان هو مثلا بيعمل مثلا دي، ولو اتملت يعني بيقول لك لو اتملت تخش على اللي بعدها. وهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك اف فول بوستنج، يعني لو الليسته اتملت، يعني الليسته اللي احنا شغالين عليه لو اتملت تعمل ايه؟ بعمل لها دبل. يعني بص احنا بنشتغل الليسته اهي، انا خلاص مليتها وخلصت، بعد كده تعمل دبل اهو، بيقول لك تكبر حجمها، تعمل دبل للبوستنج ليست، تمام؟ وفي الاخر تعمل سورت للترمز. هو مش بيعمل سورت للبوستنج، لا ده هو بيعمل سورت للترمز نفسها، بعمل سورت على الترمز. هناك انا كنت بعمل سورتنج على كل حاجه، هنا انا بعمل سورتنج للترمز. وفي الاخر خالص اكتبها لي في الديسك، حطها لي في الديسك. وبرده اخر حاجه ان انت تعمل ايه؟ الميرجنج وترجع الاوتبوت فايل، تمام؟ دي مقارنه ما بين الاثنين. تعالى كده نشوف المقارنه ما بين الاثنين. إيه اول حاجه؟ إيه عايزين بس نفهم كلمه مابنج او بارسنج، معناها اللي انا بحول الترم لترم اي دي ودوكيمنت اي دي، وبحول الترم لدوكيمنت اي دي، وبحول الترم لترم اي دي. دي كلمه ايه؟ البارسنج. وهو اول حاجه بيقارن لك ما بين البي اس بي اي والاس اي ام بي اي. وهو اول حاجه بيقول لك المابنج او البارس. فهنا في البي اس بي اي بيحصل مابنج. ليه؟ انا هنا كنت بحول الترم لترم اي دي. هنا انا ما بستخدمش الترم اصلا، يعني هنا ما في، هنا انا مش بستخدم الترم اي دي اصلا. هنا السورتنج انا كنت بعمل هنا سورتنج للبوستنج نفسها. هنا انا مش بعمل، انا برتب السورت على الترمز بس. مش احنا اتفقنا احنا بنعمل سورت
على الترمز بس، انما هنا انا كنت بعمل ايه؟ كنت بعمل سورت للبوستنج، انما هنا انا بعمل ايه؟ برتب الترمز. هنا البلوك سايز هنا بيبقى حجمها ثابت، هنا دي بيبقى حجمها ثابت، تقول له الحجم ده انت هتشتغل عليه. لكن هنا بيبقى دايناميك، يعني مثلا الحجم ده لو اتملى بتعمل له دبل اهو، اللي هي الحته دي بتعمل دبل للبوستنج. تمام؟ فهنا الحجم هنا ثابت، هنا لا مش ثابت، هنا دايناميك. بيقول لك هنا التوكن بيرز، يعني مثلا البي اس بي اي كان بيخزن ترم اي دي ودوكيمنت اي دي، ولكن هنا كنا بنبني، يعني ده كان بيخزن ترم اي دي ودوكيمنت، ده كنت بتبني البوستنج على طول بشكل على طول. طبعا مين الاسرع؟ طبعا دوت الاسرع اللي هو الاس اي ام بي اي دوت. طب مين الافيشنت؟ طبعا دوت اكتر افيشنت. دوت برضو جدول مقارنه، او بيقول لك ان الاولانيه ديت انا بعمل مابنج، هنا ما كناش في مابنج. هنا السورتنج، هنا كان بيبقى السورتنج كبير، سورتنج كنا بنعمل سورتنج على كل حاجه حرفيا. هنا السورتنج بسيط خالص على الترمز، فبيقول لك مينيمال سورتنج. هنا الديكشنري كان بيبقى جلوبال، او هنا جلوبال، هنا كان بير بلوك. يعني ايه؟ يعني مثلا البلوك سايز كان بيبقى البلوك ثابت، هنا دايناميك. بعد كده قال لك ان هنا ده فاستر، ده طبعا فاستر اللي هو ده اسرع، ودوت اكتر افشنسي. تمام؟ تمام. فبرضه دوت الفرق ما بينهم. تمام كده. دوت كان البارت الاولاني اللي احنا اتكلمنا عنه، ده كان البارت الاولاني في الشابتر. هعمل ريكاب بس سريع، وبعد كده ايه، نروح بقى نشوف الاسئله اللي بتيجي في الامتحان، عشان ايه؟ تبقى خارج من الفيديو يبقى انت على الاقل جمعت حبه من الجزء دوت، وهيبقى معاك لينك الشات، حاول برضو تقراه وتجمع الدنيا. تمام. احنا اتكلمنا عن ايه؟ عشان بس نعمل ريكاب سريعا كده. احنا اتفقنا ان ليكتشر 4 او الشابتر 4 هيكلمنا عن الاندكس كونستراكشن، ان انا اكريت الاندكس. عرفنا يعني ايه اندكسنج؟ قلنا الاندكس انت بتعمل كونستراكت الاندكس، انا ببني اندكس. طب الاندكسر هي الماشين اللي بتساعدني اللي بتعمل كده. عرفنا بقى ان انت عندك داتا كبير، فالداتا الكبيره ديت لازم يبقى فيه حلول، فقلنا هنقسم الشابتر لثلاث اجزاء. الجزء الاولاني هنشتغل على اتنين الجوريزم، الاتنين الجوريزم دول هيساعدوني بدل ما انا اخزن كل في الرام، لا ده هيساعدوني اللي انا الحجم الداتا الكبير دوت اللي انا يعني اقلل الديسك سيك. تمام؟ فاتكلمنا عن الاس بي اي ام اي والبي اس بي اي، وقلنا البارت الثاني هنتكلم على الماب ريديوس، البارت الثالث هنتكلم على الدايناميك اندكسنج. بعد كده عرفنا شويه حاجات في الهاردوير البيسك اللي هي الاساسيات دي، ان انت توصل تاكسس للميموري اسرع من انت تاكسس على الداتا على الديسك. تمام؟ وبعد كده عرفنا دي مهمه جدا، دي مهمه جدا، السيك تايم. يعني ايه سيك تايم؟ السيك تايم هو الوقت اللي بياخده الديسك هيد عشان يوصل للرايت تراك. طب ايه الروتيشنال ديلي؟ الروتيشنال ديلي هو الوقت اللي انت بتعمل روتيت، بعمل روتيت عشان اوصل للسبوت دايركتلي تحت الهيد على طول، اندر ذا هيد. الترانسفير تايم بيقول لك بعد ما انت خلصت الاماونت اوف تايم عشان تنقل البلوك من الديسك للميموري، وقال لك انت بتنقل لارج تشانك اوف الداتا. تمام؟ وقال لك انت بتعملها لبلوكس، مجموعه بلوكس. بعد كده عرفنا البفر. ايه البفر؟ البفر هو جزء الرام اللي بيتحط فيه الداتا اللي جايه من الديسك. تمام. الفورترنس قلنا ان الماشين ما يحصلهاش فيل، ما تقعش، بس قلنا ان اغلب الشركات الكبيره مش بتحب تشتغل على مثلا حاجه واحده، لا ده هي بتشتغل على ايه؟ اجهزه ديستريبيوتد، وبعد كده لو جهاز وقع التاني يسنده. تمام؟ او يباص التاسك للجهاز التاني. قلنا ديت هنشتغل عليها طول المحاضره، اللي هي الافتراضات دي. بعد كده قلنا هنشتغل على حاجه اسمها الرويترز ار سي في 1 اللي هي الكوليكشن بتاعتنا بتاعت الشابتر ده. عرفت ان عدد الدوكيومنت 800000، وقلنا التوكنز الافرج بتاع التوكنز 200، فلو ضربتهم في بعض هو هيطلع 160 مليون، ولكن لو شلت ال 60 مليون اللي هي مثلا التكرارات والسبيس والبنكتويشن هيطلع لك صافي 100 مليون. تمام؟ بعد كده عرفنا الافرج البير توكن 4.5 بس من غير السبيس والبنكتويشن، طب بير ترم 7.5. وعرفنا ليه دي اصغر من دي، لان عدد الترمز اقل من عدد التوكنز. تمام؟ تمام. بعد كده عرفنا ديت ان انت بتعمل سورتنج على الترم، وبعد كده تعمل على الدوك اي دي، كلام جميل. وبعد كده اتفقنا هنا السكيلنج اندكس كونستراكشر اللي انت مش هينفع جوه الميموري، فانت لازم انت التارجت بتاعك عاوز اقلل عدد الديسك سيكس بدل ما اقلل عدد الاوبريشن. بعد كده قال لك ان هي تبقى انكمبليت، لازم تستنى لما هي تكمل، فانت محتاج تخزن حاجه على الديسك. فقلنا ان مش هينفع نستبدل الرام بالديسك، لا مش هينفع. فقلنا في حاجه مهمه برضو، دي برضو مهمه، الاكسترنال سورتنج الجوريزم. انا هعمل زي ايه؟ اكسترنال حاجه خارجيه كده واخزن فيه، ان كل الداتا تتخزن اكسترنالي تو المين ميموري، انما الانترنال قديمه ان الداتا كانت بتتخزن انترنال في المين ميموري. بعد كده عرفنا البوتنج هي ابطا نقطه، ان مثلا لما تيجي تعمل سورت فانت بتبطأ. تمام؟ هو بيقول لك ان هي ممكن ان لوك ان ماشي. بعد كده اتكلمنا عن الالجوريزم الاولاني اللي هو البي اس بي اي اللي هو بلوك سورتد بيست اندكسنج، ان هو بتبدا تقسمها لترم اي دي ودوكيمنت اي دي، تقسمها مجموعه بلوكات. وقلنا الخطوات، اول حاجه
عندك البلوكات، بعد كده تعمل سورت، بعد كده تخزن على الديسك، بعد كده تكرر على باقي البلوكات، وبعد كده تعمل ميرج. اهو نفس الكلام هنا، البلوكات جاهزه ومعمول عليها سورت، بعد كده هو عمل لهم ميرج على اساس ان دي كل البلوكات، وبعد كده حطهم على الديسك. تمام، حطهم على الديسك وفي الاخر تعمل ما بينهم ميرج عادي. تمام، وده الالجوريزم اللي احنا عرفناه. تمام، اللي انت بتزود. تمام، اهو بيقول لك اول حاجه دي معناها اللي انت بتعمل سورت، وبعد كده تحط على الديسك، وبعد كده تعمل ميرج. بعد كده قال لك الباينري ميرج، كلام جميل. قال لك بقى ان في حل، بدل ما تقعد تمسك كل بلوكين لوحدهم، ده انت تعمل البلوكات كلها بشكل سيميوليتنج. تمام، المشكله بقى ان انت لما تقعد كل شويه تقعد تعمل ترم ودوكيمنت اي دي، فهو مش هيكفي في الميموري. فقال لك ان ده هيبقى فيلي رارج، مساحه هتبقى كبيره. فنخش على اللي بعده، اس بي اي ام اي، سنجل باس ان ميموري اندكسنج. سنجل باس يعني انا كل البلوك هيبقى ليها ديكشنري لوحدها، يعني انا مش محتاج اعمل ديرم اي دي ودوكيمنت اي دي، لا ده هي هتبقى ديكشنري، ومش محتاج اعمل سورت. تمام، السورت هيبقى على في الاخر خالص، حاجه بسيطه خالص، في الاخر بعمل ميرج. وبرضه عرفنا الالجوريزم ان اول حاجه انت بتعمل اوت فايل، بعد كده الديكشنري، بتقول له طول ما في مساحه فاضيه، اتفقنا ان هو بيشتغل على الدايناميك، يعني لو المساحه اتملت يعمل لها دبل. تمام، بتقول له الترم لو مش موجوده تجيبها، تعمل لها تضيفها للديكشنري. طب لو موجوده اروح اجيب البوستنج ليست بتاعها. بعد كده لو اتملت اعمل لي دبل. تمام، طب بعد كده تضيفها للبوستنج، وبعد كده اعمل سورت. خلي بالك هو بيعمل سورت على الترمز، بعد كده حطها لي في الديسك، وبعد كده رجع لي الاوتبوت فايل. قال لك الميرجنج اوف بلوكس، بيقول لك ان هو بتعمل ميرجنج زي البي اس بي اي. بعد كده عرفنا المقارنه اللي ما بينهم، وعرفنا ان دوت اسرع ودوت احسن افشنسي. ان شاء الله البارت الجاي هنتكلم عن حاجه اسمها الديستريبيوتد اندكس، وهنتكلم عن المابي ريديوس. خلينا بقى ايه، نخش نشوف الاسئله اللي جت في الامتحانات. اول حاجه بسم الله، هي تقريبا البارت دوت لما بيجي في الامتحانات، يعني اللي انا شفته، وبيجي مثلا اسئله كومبليت او اسئله ام سي كيو او حاجه زي كده يعني. طب تعال نشوف كده، بيقول لك كومبليت وز رايت، يعني بيقول لك كملها الاختيارات دي. ماشي، بيقول لك جون عنده سمول نمبر اوف دوكيومنت، يعني هو عنده دوكيومنت صغير على البي سي، فهو دونت اكسبيرينس، ما عندوش اكسبيرينس ان تشينج، او دونت اكسبيرينس ان تشينج. تمام، بيقول لك ذا موست ابروبريت الجوريزم. بص، هو بيقول لك انت بص، اول ما تلاقي دونت ان تشينج مفيش تغيير، فانت تشتغل على حاجه فيكسد. فيكسد يعني مش هيحصل تغيير، يبقى دوت على طول اللي هو البي اس بي اي. ليه؟ لان احنا قلنا ده دايناميك وده بيبقى فيكسد. طب تعالى كده نشوف اللي بعدها. بيقول لك فيلي لارج كولكشن اوف بلوك، بيقول لك فيلي لارج يعني بلوك لارج كبيره جدا. بيقول لك ان هي تتحط على الابروبريت اندكسنج طالما هي فيلي لارج، وطالما هي كبيره جدا احنا اتفقنا ان اسمه ايه دوت، ان ده ان ده ان المشكله بتاعت اللي هو الالجوريزم الاولاني لما تبقى كبيره جدا مش هينفع. يبقى هو شغال على ايه؟ يبقى احنا كده عشان ايه نلخصها، ان ده بيشتغل على مثلا حاجه بسيطه سمول نمبر اوف دوكيومنت. تمام، انما ده بيشتغل على فيري لارج، يبقى دوت الاس بي اي ام اي. تمام، تعالى كده نشوف السؤال ده. بيقول لك كومبليت، برضو نفس السؤال. بيقول لك كمل لي بالحاجات دي. بيقول لك هي تاخد اقل سبيس في الميموري بير اتش، بتاخد مساحه صغيره، يبقى ده التوكن. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان التوكن، انت مثلا التوكن اهي، توكن اهي، مش احنا قلنا ان ايه راحت فين؟ ان اللي احنا كنا عاملين مقارنه ما بينهم اهو. بيقول لك ان عدد التيرمز اقل من عدد التوكنز. تمام، فبيقول لك ان بتاخد ليس سبيس، بتاخد مساحه صغيره، يبقى التوكن. بيقول لك انتايرز فاوند انفيرت اندكس، يعني لازم تكون موجوده، يبقى دي الترم. تمام، احنا قلنا الفرق ما بين التوكن والترم، فالتوكن بتاخد مساحه صغيره، انما الترم بيقول لك انترز فاوند بتبقى موجوده في الانفيرتد اندكس. بيقول لك عشان تتعامل مع الكوليكشن نوت ان الديسك اهو، شوف نوت ان الديسك مش موجود على الديسك، يبقى ديت الانترنال. طب لو موجود على الديسك يبقى الاكسترنال. بيقول لك مثال انت تطبق سكيلابل اندكس كونستراكشن الجوريزم اللي هو الار سي في 1، يعني مثلا هيجي لك الاربع اختيارات دول، وانت بقى تبدا تقرا كل جمله وتشوف. يبقى احنا كده فهمنا دول. تمام، بيقول لك ايه معنى ار سي في 1؟ ار سي في 1 قلنا ان هو ريديوست كولكشن فاليو اندكس، يعني هي كولكشن احنا شغالين عليها. بتعمل ايه؟ ريبريزنتيشن يوزد ان انفورميشن ريتريفيال، هي بتعمل سبيد اب تيرمز لوك اب، بتسرع لك الوصول للوك ابس، واوفن باي اندكس اون ستيمز اور كومبريس تيرمز. او ممكن تقول له ان الار سي في 1 دي اللي هي زي ما موجوده هنا في المحاضره، تمام، اللي هي الرويترز دي، يعني ممكن تقول له ان هي ايه. انا شايف ان هو التعريف المكتوب دوت احسن يعني. بيقول لك ان هي ريديوست كولكشن، ان هي كومباكت ريبريزنتيشن، انت بتعبر عن حاجه موجوده في الاي ار. تمام، بتسرع لك الترم لوك اب. هي كده كده الحجم بتاعها كبير، احنا مستخدمينها عشان نتعامل مع الحاجه اللي كبيره، فهي اوفن باي اندكسنج بتشتغل على ايه؟ الستيمز او الكومبريس تيرمز. ماشي،
الترم بيقول لك الفرق ما بين الترم والتوكن. قلنا الترم هي نورماليزد وورد بعد ما بيحصل عليها ستيمنج ولوماتيزيشن، قال لك اللي هي مينيفول في الاي او، تمام؟ دي اللي هي الترم. طب التوكن، قال لك التوكن سب سترينج في الدوكيومنت سيبريتد باي وايت سبيس او بانكشوان، بيقول لك انكلود، بيبقى ممكن فيها دبليكيت او نويز. ده الفرق ما بين الترم والتوكنز، يعني اعرف ماشي. ممكن يجي مثلا مقارنه ما بينهم. ايه، تعالى كده نشوف. بيقول لك جيف سيوتابل تيرم، اديني الكلمه المناسبه. بيقول لك التايم، او اللي الحته اللي انا قلت عليه، التايم فور الديسك عشان يوصل للرايت تراك، قلنا دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ سيك تايم. يبقى التايم عشان توصل للرايت تراك اهي اسمها ايه؟ كان اسمها السيك تايم، اللي احنا قلنا عليها مهم. راحت فين؟ اهي السيك تايم ايه عشان اوصل للرايت تراك، تمام. بعد كده بيقول لك التايم اوف روتيت، اول ما تلاقي روتيت يبقى الروتيشنال ديلي. بيقول لك البارت اوف الميموري اللي انت بتحط فيه ترانسفيرد ان، يبقى ده البفر على طول اللي انت بتحط تخزن فيه. بيقول لك الماشين دازنت فيل، الماشين ما تقعش، يبقى ده اسمه الفولت توليرانس. بيقول لك الداتا انترنالي في المين ميموري، يبقى دي الانترنال سورتنج. بيقول لك البي اس بي اي هو اختصار لايه؟ بلوك سورد بيست اندكس. بلوك سورد بيست اندكس. تقريبا دي كل الاسئله اللي جت على البارت ده، يعني تقريبا مش بيجي بالشكل المعقد اللي الناس فاكراه، لا هو بسيط خالص كده. ده كان البارت الاولاني، ان شاء الله يكون بسيط بالنسبه لكم. وان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى البارت التاني والبارت التالت اللي هو اللي احنا قلنا عليه ده، تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.